السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم أقدم لكم قناع أو ماسك لتبييض البشرة وإزالة البقع الداكنة ومنحها نضارة وتوهج طبيعي بمواد طبيعية وبسيطة جدا ومتوفرة في كل منزل. هذه الوصفة مجربة ومضمونة ومن أول استعمال ستلاحظ النتائج، وبالاستمرار تصبح البشرة أجمل. أما مكوناتها فهي بطاطا صغيرة جدا ولبن زبادي أو يوغرت ونشا. نقوم أولا بوضع القليل من الماء في إناء ويوضع على النار لسلق البطاطا، وبعد أن تنضج نطفئ النار وتترك لتبرد. تستخدم البطاطا في هذه الوصفة لإعطاء البشرة نضارة ساطعة وتفتيح البقع الجلدية الداكنة الغير مرغوب بها، حيث تقوم بامتصاص الزيوت الزائدة في البشرة وتمنحها توهجا طبيعيا. نبرش ونهرس البطاطا جيدا ثم نضيف ملعقة من اللبن إلى المزيج، ويعمل اللبن الزبادي كمرطب للبشرة ويمنع ظهور التجاعيد بسبب وجود حامض اللاكتيك الذي يحافظ على ليونة البشرة ويعالج الحروق والآثار الناجمة عن التعرض لأشعة الشمس، كما ويخفف الكلف والنمش والهالات السوداء. ثم نضيف بعدها نصف ملعقة من النشا ونمزج جيدا. يعمل النشا كمقشر فعال للبشرة وشد ترهلات الجلد في الوجه وتضييق المسامات في البشرة. من المؤكد والأفضل أن تكون الكميات المستعملة للوصفة تكفي ليوم واحد فقط، ولا يتم خزنها أو حفظها لأيام، وذلك لكي تحافظ على مفعولها وتأثيرها على البشرة. بعد أن نتأكد من مزج المكونات جيدا يوضع الماسك على البشرة وتدلك البشرة به، وممكن استعمال الماسك تحت العين، لكن مع الحرص أن لا يتم ملامسة العين، ويجب عدم فرك المنطقة لاحقا عند فرك الوجه، وإنما فقط يتم غسلها، وذلك لكي لا تتأذى العين ولا تخدش المنطقة تحت العين. وسوف أتكلم لاحقا عن موضوع الهالات السوداء في المواضيع القادمة. يستعمل هذا الماسك أول مرة لمدة ربع ساعة، وفي الاستخدام الثاني نصف ساعة، وفي الثالث 45 دقيقة، وفي الرابع ساعة، ونكررها من البداية، أي ربع ساعة وبعدها نصف ساعة وهكذا. بعد مرور الوقت المحدد على الماسك سيصبح جاف جدا، وبعد ذلك نقوم بفرك البشرة لتقشيرها وتغسل بالماء الدافئ ثم بالماء البارد، وستلاحظون الفرق من أول استخدام إن شاء الله تعالى. إن كان لديكم أي سؤال أو استفسار عن الوصفة اتركوا تعليق أسفل الفيديو، وإن شاء الله سيتم الرد على جميع أسئلتكم واستفساراتكم في أقرب وقت ممكن، ودمتم في حفظ الرحمن.